السلام عليكم. النهارده هنعمل بط ومحشي، احلى اكله ممكن تعملوها. والبط هتبقى احلى من اي طريقه بط انتوا جربتوها او كلتوها من بره. اول حاجه هنعمل محلول للبطه، شويه ميه وملح وسكر وخل، وهنقطع طرنشات ليمون او برتقان او الاتنين، وهنسيبها. انا بسيبها الليله كامله في التلاجة. وبعدين هنبدأ نحضر التتبيله: بصل وتوم وجزر، شويه فلفل، ملح، السبع بهارات، وهنحط فلفل اسود. لو في نكهة بهارات انتوا بتحبوا تضيفوها زيادة ضيفوها براحتكم، وهنحط شوية بابريكا مدخنة. الحشو اي حشو احنا بنحبه، انا بحشيها ابسط حاجة خالص: شوية بصل وبحط عليه شوية ملح وفلفل اسمر وبحشيها بيه. ممكن نحط برضو جزر مع البصل او فلفل، وكده زي الفل. وبعد ما في الاخر خالص بنحشيها، بحط نص برتقانة. نص البرتقانة دي بتشيل اي ريحة زفارة وما بتخليش للبط اي ريحة خالص ممكن تضايقه. وبعد كده هنقوم حاطين التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض، هنغطي بيها البطه، وتكونوا مخرمين البطه علشان التتبيله تدخل جوه شويه. هنقعدها في التتبيله قبل ما ندخلها الفرن، هتبقى طعمها احلى. عايزين تحطوا التتبيله وتدخلوها الفرن على طول تمام برضو، بس اهم حاجه نوزع التتبيله حلوه على كل البطه. وما تقلقوش، الطريقه دي هتخلي البطه تكون طريه ودايبه جدا من جوه، ولا لحمها يكون ناشف او بيشد او اي حاجه من الحاجات دي خالص. وهتبقى بجد احلى بطايه ممكن تكونوا كلتوها. وممكن تقدروا تشوفوا حشوات تانية، احنا كنا حاشين الفراخ، ممكن تستخدموها برضو في حشية البطة دي. انا هبقى سايبالكوا اللينك ان شاء الله في الباي. وبعد كده الخلطة اللي احنا حاطين عليها البطة دي هنبقى سايبين معلقة صغيرة نص منها، نحط عليها شوية عسل وشوية صويا صوص. دي هنحطها في الاخر خالص، بتخلي ليها لون ولمعة رهيبة جدا. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي، بس انا انصحكم ان انتوا تعملوها. هندخلها بقى دلوقتي الفرن على 200 او المتوسط بتاع الفرن، وهنغطيها قبل ما ندخلها بورق زبدة وورق فويل. ممكن تعملوا زي ما انا عاملة كده، حطاها على شبكة وحاطة من تحتها شوية مية، بتخلي التسوية بتاعتها اسرع. ممكن كمان تحطوا شوية خضار تحت لو حابين، بس يعني مش في الاول، في الاخر شوية علشان الخضار ما يتهريش. بعد كده هنشيل الكفر اللي احنا عملناه او اللي هو الورق السلوفان ده، وهنعملها بالتتبيله اللي قلتلكم عليها. هتخلي فيها لمعه رهيبه، وهي هتقرمش الجلد شويه، ولسه هتفضل البطه طريه من جوه. واحنا مغطينها بالورق هتاخد تقريبا ساعه، ساعه ونص على ما نكشف الورق من عليها. وبعد كده هتاخد ربع ساعه او حاجه على ما تاخد لون. ويلا نعمل بسم المحشي. الله، ونحط ربع كوبايه زيت مع معلقتين كبار سمنه. لو مش متاح سمنه ممكن نستخدم زبده او زيت بس، مع 5 حبات بصل كبير. ممكن نزود البصل اكتر لو احنا حابين المحشي بيحلو اكتر مع البصل الزياده. هنبدا نشوح في البصل على نار متوسطه كده، ولو عايزين البصل يتشوح اسرع معانا هنحط له رشه ملح. او لما يكون محمر معانا هنكون مجهزين نص طماطم، نص كيلو طماطم مع معلقتين صلصه. طبعا ممكن نستغنى عن الصلصه بس بتخلي لون الخلطه احمر اكتر. هنقلبه اما يبدا شويه يستوي. هننزل بالبهارات، انا مبحبش بهارات كتير، هو ملح وكزبره وفلفل اسود وبس كده. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك على نار هاديه، ما نعليش النار عشان ما تتحرقش. اما اتسبكت خلاص، انا كده كنت قفلت عليها. هنزل الكزبره والشبت والبقدونس حزمه حزمه حزمه. ممكن نخلي الرز يستوي مع الصلصه او نخليه ني زي ما انا ما بعمله. وفي اختيار تاني، ممكن نخلي اصلا الخلطه كلها ني في ني، بس انا بحب اسبك الطماطم شويه الاول. لو مش متأكدين من كمية الرز اللي انتوا محتاجينها او الخلطة اللي انتوا محتاجينها، ممكن تاخدوا كوباية رز وتحطوا الصلصة عليها لحد ما لونها يظبط معانا، وتبدأوا تحشوا واحدة واحدة بالراحة. اول لما تخلصوا الكمية بتاعة الخلطة تحطوا تاني، والصلصة اللي تتبقى منكم لو اتبقى صلصة تحتفظوا بيها في الفريزر، بتنفع جدا وبتخلي المرة التانية بيكون اسهل المحشي عليكم. نبدأ بقى نحشي خضار. الخلطة دي تنفع مع اي محشي: كرنب، بتنجان، فلفل، كوسة، اي محشي يبقى تمام معانا. بس لو هنعمل ورق عنب بالخلطة دي هنزود لها شوية نعناع بس كده. واما تيجي طبعا تستوي هنحط شوية ليمون مع دبس رمان، وكل ده بيكون اختياري. ووريتكم قبل كده ازاي نلف ورق العنب بسهولة. تقدروا تشوفوا الفيديو، هبقى سايبه لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله. اعملوا حسابكم وانتوا بتحشوا ان الرز هيزيد وهيستوي، فما نحطش رز زيادة قوي، نبقى سايبينه كده مفرغ شوية.
وبعد ما نخلص حشي الكميه كلها اللي عندنا من الخضار هنرصه في الحله بالشكل ده، ونزود عليه كوبايتين شوربه مع معلقه صلصه من اللي احنا عاملينها او صلصه جاهزه. الاول النار بتكون عاليه، بعد كده بنهديها علشان ناخد محشي جميل بالشكل ده. وده شكل البطة أما استوت. وكده كل الأكل بتاعنا بقى جاهز. قولولي ايه رأيكم في الكومنتات، وجربوا طريقة البط دي وهتدعولي. والسلام عليكم ورحمة الله.